ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو عايزين تعرفوا اللوك ده كله اتعمل ازاي بمنتجات كلها رخيصه وعلى قد الايد، كملوا معايا الفيديو. ابتديت بقى اول حاجه كده ان انا ارطب وشي. ده المرطب بتاع سيرافي. لما جربت المرطب بتاع سيرافي ده لقيته ان هو على الوش بجد خطير، بيدي كده شكل الميك اب سموث كده، لا بيبقى عسل الصراحه. فهو غالي شويه بس لو لقيتوه جيبوه، يعني على ضمانتي هيعجبكم جدا. وطبعا ما ننساش رقبتنا من الترطيب ده برضو. انا بحب ابدا اول حاجه بالعين، فهبدا دلوقتي بصابونه الحواجب. الصابونة دي كنت جايباها ب35 جنيه، كنت موريها لكم في فيديو المشتريات. انا بحب ان انا بدل ما احط عليها ميه احط عليها ميه ورد. بصوا انا كنت عايزه ارسمها رسمه خفيفه خالص كده، يعني مجرد بس ان انا اثبتها عشان اليوم عندي طويل. ببتدي كده ان انا احط الصابون على الحاجب كله، وابتدي بقى ان انا واحده واحده كده افرد وادوس عليه عشان يثبت مكانه، وارسمه الرسمه اللي هتريحني. بعد كده بالمنديل بقوم دايس عليه كده عشان اثبته تاني اكتر في مكانه. وبرده لازم بعد ما اخلص او مسحه فوق وتحت الحواجب كده، عشان لما يجي احط الكونسيلر ما الاقوش خطط كده معلم وبقى شكله غريب. يعني لما الحاجه بتنضف بتبقى شكلها حلو. هبتدي احط البيز بتاع الاي شادو دلوقتي بالكونسيلر بتاع مايت سينما البي بي اللي هو الاصدار الموف ده. الكونسيلر ده حلو جدا، هو كان سعره 35 جنيه، يقرفني اقول لكم ان هو دلوقتي بقى ب65 جنيه. الحاجة الحلوة اول ما بيعرفوا ان احنا عجبانا بيخلوها على طول. باي فرشة مبططة كده بحب ان انا افرد كده، بحس ان هي ما بتاخدش من الفاونديشن حاجة، زي مثلا البيتي بلندر وكده، وبحس ان انا بعرف ارسم بيها بسهولة. انا مش بحب ان انا ارسم الحاجب قوي، بحس ان الحاجب طول ما هو لا يعني لسه فيه هنت الطبيعة كده وما فيهوش الوان كتير ومش متحدد قوي، بيخلي اللوك حتى لو لوك تقيل وسموكي وفي عبر الدنيا كلها. الحواجب بتخليه لا هادي كده وسيمبل. فانا ده اللي بستكفى فيه في الحواجب، ان انا مجرد بس ارسمها وانضفها وكمان تنظيف خفيف. والفرشة اللي انا كنت بستخدمها دي كانت فرشة من طقم زويفة القوي. الطقم ده كنت عامله لكم فيه فيديو كامل باستخداماته بانواعه وكل حاجه فيه. هبتدي دلوقتي بقى ان انا افرد الكونسيلر ده بالبيوتي بلندر. بصوا شكل الكونسيلر خطير اهو. ده كده البيز بتاع عيني. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اثبت كده العين عشان لما احط الاي شادو بتاعي ما احسش بتكسيره كده او خطوط في الاي شادو، يبقى شكله مش الطف حاجه. انا هبتدي برضو ان انا استخدم الاي شادو من نفس البالت بتاعه مايت سينما اللي هي فيها درجات الكونتور الباودر. انا هستخدم الدرجه دي كانت بني كده، هستخدمها كلون مش انتقالي شويه لان انا ده اللون الوحيد اللي هستخدمه، ولكن عشان هي الدرجة بتاعت الكونتور دي غامقة شوية فهتبقى درجة مناسبة جدا، لان دايما اللون البني في اي باليت اي شادو بيبقى مهما كان قوي برضو بيبقى لا ستيل خفيف. فباليت الكونتور كده بتجيب من الاخر. ابتدي بقى ان انا احط كده على شكل كأن من فوق من تحت واسيب فراغ من النص. الحركة دي بعملها لما بحب ان انا اوسع عيني، لان انا عينيا مبطنة شوية ومش كل اشكال الاي شادو بتليق معاها. فالناس اللي عينيها مبطنة او صغيرة زي الحركة دي هتدي وسع للعين، وكمان هتديها الكات اي كده شوية. لما جيت ادمج حسيت ان اللون خف شويه فرجعت تاني حددت برضو ليه بقى انا حطيت ما دمجتش فضلت سايباه مكانه كده شويه لونه تقيل، عشان انا دلوقتي هنضف بيه الكونسيلر عشان اعمل السحبه بالكونسيلر اللي هحط عليها اللون الشمل او الجليتر. فعايزه برضو اللي انا عملته ده ما يروحش، عايزه شكله يبقى متحدد وواضح. فابتدي برضو بنفس الفرشه اللي انا حطيت بيها ان انا اعمل زي سبوت لايت كده او كات كريز بس طالع لفوق شويه عشان احط عليه الشimmer. ممكن نحطه الشimmer من غير ما نعمله الحركه دي عادي، بس الحركه دي بتخلي لونه ظاهر اكتر وواضح، وكمان ثابت طول اليوم وما يتحركش من مكانه. برضو انا بعمل الكات كريز هنا او السبوت لايت ده استخدمت برضو نفس الكونسيلر بتاع مايت سينما البي بي الموف، واستخدمت برضو نفس الفرشه بتاعي فرشة الكونسيلر بتاع طقم زويفة الكوبي. بصوا بوريكوا كده شكله عامل ازاي وانا بدمجه. بصوا هتيجي بقى ان انا ادمجه، هتحسوا بقى لما الكونسيلر يتفرد هتحسوا برضو ان الرسمة اللي احنا عملناها لا ضاعت. فهبتدي برضو ان من الخطوات ان احنا كل شوية نرجع كده التحديدة بتاعة العين باللون الاي شادو بتاعنا عشان الرسمة اللي احنا عاملينها ملبوس. الرسمة دي الهدف منها ان احنا يعني نكبر العين شوية او نرفعها. فبصوا هرجع تاني ان انا احط بالاي شادو كده واظبط الحروف بتاعتي. بجد كان شكله على الطبيعة خطير مش قادرة اقول لكم. وادمج كده عشان اللون ما يبقاش محطوط حطة جامدة. ابتدي بقى ان انا من باليت برضو الاي شادو دي بتاعت مايت سينما
اخد دلوقتي لون شيمر كده كان دهبي كده على روز جولد. انا خدت الاول درجتين، كان واحدة دهبي واحدة روز جولد، بس لا حسيت ان الدهبي دي هي كافية ووافية، وهتخلي كمان اللوك كله لما احط الروج الاحمر هيبقى خطير وفي حتة تانية. عايزه اقولكوا على نصيحه حلوه وانتوا بتحطوا الشimmer او الجليتر، ان احنا العين بتاعتنا الخطوط بتاعتها بتبقى بالعرض، فلما اجي احط يا احط بالطول كده كاني برفع يا كاني بنزل، هيبقى شكلها عسل قوي. دلوقتي انا هنضف الوش بتاعي، لان اكيد نزل اي شادو او نزل اي حاجه من العين على الوش، وانا عايزه الوش يبقى مفهوش اي حاجه او ما يبوظليش شكل الفاونديشن. استخدم الفاونديشن ده بتاع تشاو، ده درجته 06. قلت لكم قبل كده ان الدرجه دي حلوه بس بتاكسد. هقول لكم ريفيو عنه كامل ان شاء الله في فيديو، هو واقع اتكسر مني فانا لزقته كده، بس هو يعني هقول لكم الريفيو بتاعي كامل في الفيديو. استنوه، انزلوا بقى اعملوا لي سبسكرايب في القناه كده واستنوا الفيديو ده، وقولوا لي اصلا ايه رايكم في الميك اب، واسجل صوت كده من بره ولا وانا بعمل ميك اب اشرح لكم. حسيت انه انا كده هعرف اوريكم الخطوات بشكل احسن كده، ومش عارفه، فشوفوا كده وقولوا لي تحت في الكومنتات. اهو ابتديت دلوقتي ان انا افرد الفاونديشن كده بالطبطبه، مش بمسح، بطبطب، عشان المسح بيخلي الوش والفاونديشن مغير قوي، بيبقى شكله وحش خالص. فبصوا، هو الدرجة بتاعته حلوة بس بيأكسد سيكا. يعني ايه بيأكسد؟ يعني بيغمق درجة او درجتين. ابتدي دلوقتي ان انا ايه بقى اعمل البيز الكريمي كله، حطيت فاونديشن يبقى كونتور وبلاشر كريمي كله عشان نثبت الوش مرة واحدة. ابتدي ان انا اخد الدرجة دي كده واعمل بيها الكونتور. بصوا برضو استخدمت الفرشة دي بتاعت طقم زوايا القبي، عسل قوي وما بتاخدش كتير من البرودكت الموجود. بصوا، عملت لكم انا ريفيو عن الطقم ده كامل، والفرش والاستخدامات بتاعته وسعره، وتجيبوه منين هتلاقوه في القناه. روحوا بقى شوفوه واعملوا لي برضو سبسكرايب، استنوا برضو باقي الريفيوهات عن اي حاجه تانية هنجربها، عشان اجرب بدل ما انتوا تشتروها تطلع مش حلو. ابتديت دلوقتي برضو ان انا اعمل كده كونتور النوز. انا عندي مشكله مع النوز بتاعتي ان هي ما شاء الله كبيره، ف بحس ان مهما عملت لها كونتور هي كبيره، هي ما فيش. بصوا بقى الكونتور ده احلى حاجه فيه ان هو في الدمج خطير بالمره كده، عشان انا ما بحبش شكل الكونتور يبقى واضح كده وصريح. استخدم كمان البلاشر ده كمان من مايت سينما، يا جماعه من مايت سينما مش من شي جلام، والريفيو بتاعه برضو نزل على القناه، روحوا شوفوه وشوفوا سعره بكام. بصوا يا جماعه، انا اي حاجه طالعه ترند انا بجربها عشان اقول لكم تشتروها ولا ما تشتروهاش. البلاشر ده انا كنت جايباه ب90 جنيه، بينزل عليه ساعات كده خصم بيبقى ب65 وب80 وهكذا، فاستنوا لما ينزل عليه عروضات واشتروه. انا اشتريته الصراحه جالي ب90 جنيه، بس انا كنت عايزه اشتريه على طول اول ما نزل عشان اقول لكم تشتروه ولا لا. ابتديت ادمج اول حاجه كده الكونتور، وبعد ما اخلص اقوم اخده كمان البلاشر واقوم دمجاه كمان على الكونتور. الكونتور حدته بتقل شويه، وكمان بيبقى شكله مع الكونتور كده حلو قوي. بصوا ابتديت برضو ان انا ادمج بالبيوتي بلندر، لان انا مش بحب ادمج بالفرشة. يعني بحس ان البيوتي بلندر بتخلي الوش كده كله مية واحدة. وابتديت برضو اعمل طابع الحسن كده، هو عندي بس بحب برضو ان انا ابرزه بالكونتور، واحاول نداري اللغط كده، وبعد ما بخلص بمشي على الوش كله. انا عندي الكونتور بتاع النص حسيت ان انا كترت، فبالفرشه اللي كان فيها كونسيلر ابتديت ان انا افرد بيه، واخد الزياده من الكونتور ده عشان ما يبقاش قوي كاني حد ضربني، او الحته دي مش نضيفه عندي. فالكونتور ممكن بدل ما يديني فايدته لا يعقلي ويبوظ لي الدنيا كلها. اخدتوا بالكم الكونتور اتفرد بسرعه ازاي على الوش؟ مش قادره اقول لكم على السهوله بتاعته. في كونتور تحس ان هو لازق في الوش كده مش عايز يتحرك. الكونتور بتاع المايت سينما ده خطير. ابتدي برضو ان انا انضف دلوقتي الكونتور، وانور الدرجه دي فاتحه شويه عن لون وشي، وافتح كمان من الكونسيلر الفاونديشن سوري اللي انا حاطه. هبتدي بالكونسيلر كده اعمل هايلايت تحت العين، وانضف الكونتور كده من تحت. كمان اعمل يعني انور كده او اعمل هايلايت للقوره كده، لان انا قورتي صغننه فانا كنت عايزه ابرزها بس شويه. بصوا كمان بحب يعني احط حاجه بسيطه خالص كده فوق طابع الحسن وحوالين الشفايف، عشان الحته دي انا يعني بحاول ان انا يعني اخليها منوره، بس ما احطش فيها كميه كبيره عشان ما تخططش معايا. بصوا ابتديت ان انا ادمج برضو بنفس البيوتي بلندر، واخلي بالي بقى عشان الاي شادو اللي انا حطاه ده مع الفاونديشن او كونسيلر او اي حاجه كريمي انا حطاها ما تبوظهوش، لان انا كنت راسمه الاول.
فايدة الرسم في الاول ان احنا ما بيحصلش اي فول اوت على الفاونديشن ويبوظه، ولكن لما برضو بنحط الفاونديشن او الكونسيلر بنبقى خايفين نبوظه. ففي الحالتين هي ولكن انا بالنسبه لي لو حطيت المقارنه كده بينهم، لا، ان انا اعمل الاي شادو الاول احسن بكتير. خلاص بصوا بقى، الكونسيلر ده عسل قوي بجد، وفعلا يستاهل كل جنيه يدفع فيه. بيديني كده شكل حلو كأنه مش دراج ستور خالص، كأنه هاي اند، وبيتفرد كمان. ابتدي بقى ايه ان انا يعني اثبت كل حاجه. يعني الكونتور احط له كونتور، البلاشر احط له بلاشر باودر، الوش العادي هثبته بلون عادي جدا عشان تبقى كل حاجه متثبته وما تروحش بسهوله. مش عايزه برضو اقول لكم او افكركم ان برضو الفرشه دي من طقم زويفا. الطقم ده يا جماعه والله العظيم فايتكم نص عمره اللي مش عنده. هتلاقوني يعني مش عارفه اتكلم عنه قوي هنا في الفيديو ده، ولكن عملت له فيديو لوحده كامل عشان بتسال عنه ياما قوي، فروحوا شوفوه بجد هيعجبكم جدا. دلوقتي بصوا، ابتدي ان انا امشي كده بالكونتور على الوش كله عشان ادفي واثبت، يعني ما يبقاش الفاونديشن عاملني موميا قوي كده وشكلي ابيض، لا، الوش يبقى متدفي كده. بصوا كمان اللغد، ما ننساهوش اللغد ده حاجة مرعبة. ونحاول برضو واحنا بنعمل الكونتور الباودر ان احنا نبقى ايدينا خفيفة خالص، عشان لو ايدينا تقلت شوية اللون هيعلق ومش هيرضى يتشال خالص او يتفرد. هبتدي برضو ان انا اعمل كونتور النوز اللي ما بيتكنترش ده. بصوا انا حاولت ان انا اتكلم معاكم بس لقيت ان الصوت مش واضح او ان انا مش بشرح احسن حاجة، فقلت لا، ان انا اسجل لكم صوت احلى برضو. ما تنسيش برضو لو انتي رقبتك هتبان من الفستان او من الطقم اللي انتي حاطاه تبقي حاطه برضو عليه فاونديشن ومظبطاه. انا يعني رقبتي ما كانتش هتبان فما حطيتش. بصوا اوريكوا كده الوش وجماله والبيس تحفه. انا اي خطوه بعملها لازم ارجع كده باي فرشه نضيفه ان انا امشي على الوش كله عشان اخلي الوش كله ميه واحده وما يبقاش فيه خطوط كده، ويبقى باين بقى ان هنا في كونتور وهنا مش عارفه في بلاشر، لا، الوش كله يبقى ميه واحده حرفيا. بصوا انا ماشيه بالفرشه قبل حتى ما اثبت الوش كله بالبودره. تيجي بقى ان انا اثبت الوش كله كده. ده لون عادي خالص من نفس البالت بتاع الكونتور. ابتديت ان انا اثبت تحت العين وانضف الاي شادو. بجد التثبيت ده بيخلي الوش معاكي ما يخططش وثابت طول اليوم وما يلمش تراب. بصوا جامد بجد. وكمان الباودر بتاعت نايت سينما بتاعت التثبيت خطيرة. برضو اول ما اخلص تثبيت لازم امسك الفرشة النظيفة وامشي على الوش كله عشان الوش كله يبقى شكله نظيف كده، لا وحلو. بصوا بقى النصيحة، عشان لما تيجي تحطي ايدك على وشك امسكي الباف سبونج او السبونج اللي عملتي بيها تثبيت اللي فيها بودر، وحطي كحل براحتك وحطي اي حاجة براحتك عشان ايدك ما تعلمش. الكحل ده انا مش فاكرة اسمه الصراحة، بس اكحال ان كويسة جدا وهتديكي نفس الشكل. تدي برضو ان انا هحط الماسكارا دلوقتي دي بتاعت ان. الماسكارا دي عشقي عشقي. عملت لكم مقارنة بينها وبين ماسكارا تانية من ان تشتروا ايه وما تشتروش ايه وسعرهم ايه، هتلاقوها برضو نزلت على القناة. انا مدلعاكم يا جماعة، كل اللي عايزين تسألوا ليه هتلاقوني عملت لكم فيديو ليه. بصوا الماسكارا بتعمل ايه. انا لما لقيت الماسكارا حصل كده ما، لا، ما رضيتش احط رموش خالص، مع ان اللوك لما بيتحط له رموش بيروح في حتة تانية، بس حسيت ان لا، الماسكارا كفاية بجد. بصوا اصلا السواد رهيب رهيب، ما بيهزرش، وعمل لي رموش سفلية وانا اصلا ما عنديش رموش سفلية واضحة كده. بصوا لا لا بجد ما شاء الله عليها، يعني تتحسد. انا بخاف اتكلم عليها لا يغلوا سعرها. شايفاك انا وعارفاكي، اللي ما عملتيش سبسكرايب لسه ولايك في القناه شايفاكي. انزلي اعملي لي سبسكرايب حلو كده ولايك حلو زيك، وعشان تبقي من عائله مريوم، عشان يوصلك كل الريفيوهات الجديده ولوكات الميك اب اللي انا هنزلها. لو حتى من الماسكارا نزلت على الفاونديشن اوعي تمسحيها، سيبيها تنشف بعد كده قشريها تتشال بسهوله. ابتدي بقى ان انا اشيل المرطب اللي انا كنت حاطاه او زبدة الكاكاو عشان ابتدي ان انا احدد شفايفي. بصوا المحدد ده انا ابتديت كده ان انا ارسم شفايفي. انا كنت عايزه يعني اكبرها شويه من فوق وارسمها مجرد رسمه من تحت، لان انا عندي الشفه اللي فوق اصغر شويه فكنت عايزه اكبرها. وكمان عشان انا هحط روج احمر يا جماعه، فلازم الروج الاحمر كده يبقى موجود ومرسوم كويس ومالي مركزه. والروج الاحمر لو غلطنا فيه هنروحه في داهيه. الروج الاحمر ما بيهزرش وهيبوظ لي الوش كله لو باظ او اضطريت امسح منه حاجه.
فكان لازم ان انا احدد شفايفي بشكل كويس جدا. بصوا بقى، يا لهوي على الجمال. الروج ده كان من ماركه اسمها هدى بيوتي، ولكن هدى بيوتي ده كان كوبي، ولكن والله كان ثابت معايا طول اليوم. يمكن بعد مثلا نقوله 8 ساعات من الفيديو ده ابتدى يقشر، ولكن بعد ال8 ساعات هو مط جدا، بس لونه خطير. بصوا اصلا غير شكل اللوك في ثانيه. الروج الاحمر ده عشق كده عندي بجد. لو طول ان انا انزل كل يوم حتى روج احمر بس هحطه والله. بصوا، طيب ان انا اخد بالي قوي وانا برسم، وامشي على الرسم اللي كنت رسماه بقلم التحديد عشان ما اطلعش بره، لان بجد اللون الاحمر لون ايجابي اصلا، لان لما بتغلطي بيه بيبقى صعب قوي ان انتي تظبطيه. وكمان عشان اللون اللي انا ماسكاه او الماركه اللي انا ماسكاها دي اصلا بتنشف بسرعه، لان هو طبعا كوبي مش هدى بيوتي الاصلي. فكنت بحاول ان انا امشي على الخط بس، وما اجودش عشان ما الرسمه بتاعتي او التحديده بتاعتي ما تبص. بس كده الفيديو يبقى خلص. اتمنى اللوك يبقى عجبكم، استفدتوا باي حاجه. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وتابعوني على الفيس والانستا وكمان التيك توك. يلا باي باي. Audio Jungle.